السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على تنظيم الكأس العالم 2030، الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. يعني هذا الملف هذا كيبان لي هو الأقوى، هو الأبرز، هو الأقرب إن شاء الله لتنظيم هذه التظاهرة العالمية، لأن المغرب قادر على تنظيم جميع المسابقات. والحمد لله كلشي شاف التنظيم اللي كان كأس العالم الأندية، 3 سنين هما كينظموها 3 د المرات، وفقوا فيها، وكنتمناو زعما تكون هاد الفرصة هادي باش ننظموا لكأس العالم، لأن 6 د المرات ولا 5 د المرات هما كيطلبوا بهاد الترشيح هذا، في 2010 في 2014 في 2018، ولكن ما كاينش بدون جدوى. هذه هي الفرصة إن شاء الله باش زعما نقووا الحظوظ ديالنا. وكنشكروا من هذا المنبر، كنشكروا دولة مصر اللي انسحبت من الملف ديالها المشترك مع السعودية واليونان. كنحييهم من هذا المنبر هذا، كنقول لهم شكرا جزيل الشكر على هذه الغيره هذه على المغرب، لان بسبب مصر هي اللي خلات المغرب كتدفعها وكتعاون الدول الافريقيه باش يصوتوا على الملف المغربي. كنشكر جميع الدول العربيه اللي كيساندوا تا المغرب، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفق هذا الملف هذا باش يمشيو ابعد نقطه، لان هذا الملف هذا كيقوي دول اسبانيا والبرتغال والمغرب، لان كنشوفوا حتى اسبانيا عندها علاقه مع الدول المجاوره، والبرتغال كذلك، وفي نفس الخط تقريبا، لانهم جاوا في نفس لالين، يعني قراب المسافه قريبه بزاف، حتى الرحلات وهذيك كتكون قريبه. يعني ما غاديش يكون مشاكل، وكنتمنى تكون هذه احسن تظاهره، لان حتى كنشوف حتى الارجنتين والشيلي واوروغواي حتى هما راه طالبين بهذا الملف هذا، ولكن كنلقى ان المغرب واسبانيا والبرتغال هما الاقرب ان شاء الله باش يفوزوا بهذا الشرف، تنظيم كأس العالم 2030. يعني كلما كلشي شاف المنتخب المغربي اللي ظهر بوجه مشرف في دولة قطر الشقيقة. يعني النصف النهائي ما جاش صدفة، جا بواحد العمل، بواحد الإرادة ديال اللاعبين. عندنا لاعبين كلهم متمرسين في دول أوروبا، مثل حكيم زياش، سايس، أقرد، حكيمي، بوفال، أناحي، سفيان المرابط. يعني كاين لاعبين النصيري، يوسف ياسين بونو. يعني حنا طامعين ان شاء الله نحققوا هذا احسن انجاز ان شاء الله في الكره الافريقيه والكره العربيه، لان المغرب اول فريق عربي وافريقي اللي وصل لنصف النهائي بشهاده الجميع وبشهاده نجوم العالم. كنتمنى ان شاء الله في هذا 2026 لما لا وصلوا للنهائي ولا يتوجوا باللقب، لان الدول الافريقيه ولا الدول العربيه ما كاين حتى شي دوله افريقيه ولا عربيه اللي فازت بهذا اللقب هذا. كنتمنى المغرب تزرع فيهم هذا الروح هذا، وتزرع فيهم هذه القتاليه ان شاء الله، باش نلقاو حنا واحد الدوله افريقيه ولا عربيه اللي غادي تفوز بهذا كاس العالم ان شاء الله.